أو ليس المؤمن عفوا الذي حدثكم عنه قبيل قليل، مؤمن الرسم والاسم، لا، المؤمن الذي خرج بفضل الله وعنايته من الظلمات إلى النور. لماذا؟ للهجه واستهتاره بذكر الله. هذا الذي حظه وافر من رحمة الله، رحمة عظيمة جدا، دعوته مستجابة أيها الإخوة، همته تفلق الصخر بإذن الله تعالى. وضع السعداء الموفقين الراشدين الهداء المهتدين. ليه؟ لأنه في رحمة إلهية التي تفسر كل شيء في الوجود. كل شيء حسن وجميل في الوجود إنما نبع من إيه؟ من عين الرحمة، إنما فاض أيها الإخوة من عين الرحمة. إذا نزل بلاء أو مصيبة لا ترفع إلا بالرحمة. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم. إذن هكذا أي بلاء، ابنك اعتل، ابنتك مرضت، هذا بلاء تريد أن يرفع برحمة إلهية، برحمة. ضاق رزقك برحمة إلهية، ضاق صدرك، ضاقت نفسك، كرهت الحياة والناس، برحمة إلهية. إيش السبيل للرحمة أيها الإخوة؟ هنا في إشارة الآية الذكر يعظم نصيبك من رحمة الله تبارك وتعالى. قال تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم، تحية مين؟ المؤمنين المخصوصين بمزيد الرحمة والعناية. قال تحيتهم يوم يلقونه. اختلف في تفسير هذا اليوم، يوم لقائه جل مجده، فقيل يوم لقائه هو ساعة الموت، وقيل بل يوم البعث، وقيل بل يوم دخول الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها وعمارها أبدا. نعم هذا هو. إذن عند الموت أو في البعث أو عند دخول الجنة أو في الجنة نفسها. يوم يلقونه سلام. ما معنى تحيتهم يوم يلقونه؟ قيل تحيتهم أي تحية الله لهم، الله يحييهم. النبي كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. الله يحيي، نعم الله يحيي. قال العلماء على لسان ملائكته في بعض الأحاديث الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام. والسلام أيها الإخوة مصدر كالسلامة. السلام مصدر كالسلامة. السلامة مصدر أيضا كالعافية. العافية مصدر والسلامة مصدر. والسلام مصدر بمعنى ماذا؟ بمعنى البراءة من كل نقيصة وآفة. تكون بارئا بإذن الله من كل نقيصة ومن كل آفة. هذا معنى كونك مسلما، وهذا معنى السلام عليه. تحيتهم يوم يلقونه سلام أي سلام لازم لكم، سلام ملازم لكم. أي معنى لازم